جمال هو نفس ما حدث في مصر وما حدث قبله في تونس، ولكن هذه الأنظمة المستبدة كما قلت دائما عمياء لا تبصر، وصماء لا تسمع، وغبية لا تفهم، وجامدة لا تحس. الله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن من لا قلب لا سمع له ولا شهود له كيف يتعظ؟ لقد رأى القذافي بعينيه وسمع بأذنيه ما جرى لصديقيه وجاريه في الشرق وفي الغرب، ولكنه لم يتعظ. الآن ثار الشعب الليبي على الباطل وغضب للحق، وكان لابد أن يأتي هذا اليوم. كل إنسان يصبر، ولكن للصبر طاقة. شكوت وما الشكوى لمثلها عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. فاضت الكأس وتصحى الكيل. وقال الشعب الليبي كلمته وأسمع الدنيا إلا القذافي ومن حوله، فهو لا يمكن أن يسمع. هو ليبيا كلها، هو البرلمان، وهو الدستور، وهو الأحزاب، وهو كل شيء، وهو فيلسوف. هو يحب أن يكون فيلسوفا. هو كل شيء، والشعب الليبي لا شيء. أنت دكتور يوسف، عفوا، أنت داعية إسلامي كبير. هل يجوز ليبيا لا يرى أثر البترول عليها، لا يرى بلدا فقيرا، ولذلك كان لابد للناس أن يثوروا وأن يطالبوا بحقوقهم. فماذا كان؟ وقد طالب الناس بحقوقهم أن ضربوا بالرصاص الحي، بالرصاص، بالدبابات، بالطائرات. ولم يجد ليبيا يستخدمه في هذه المظاهر المؤسفة، إنما استأجر ناس مرتزقة من أفريقيا ليضربوا الشعب الليبي. وقتل من قتل، مئات قتلوا. يعني هذه المئات قتلت في تونس في شهر، وفي مصر 18 يوما، ولكن في أيام معدودة قتل هذا من أبناء ليبيا. وأنا أوصي أبناء ليبيا أن يصبروا ويثبتوا. أوصيهم بما أوصيت به أبناء مصر، أن يثبتوا، ومهما ضحوا فإنهم منتصرون. القذافي زائل، القذافي زال، انتهى القذافي بما قتل وما سفك من هذه الدماء. رفضه الشعب ولفظه كما تلفظ النواة. أنا أوصي الشعب أن يستمر في بذله وفي عطائه، وأقول للقذافي كما قلت لصاحبه وجاره من قبل حسني مبارك أن يرحل ويذهب، أو يبقى حتى يحاكمه الشعب. أنا أفضل أن يبقى حتى تظهر عوراته وتحاكمه محاكم عادلة. يا أيها الشعب الليبي، يا أبناء عمر المختار، يا قبائل ليبيا العربية المختلفة وغير العربية، أوصي هذه القبائل أن تظل سائرة وأن تنضم إلى السائرين. من لم يكن من السائرين فعليه أن ينضم. هذا واجب على الجميع، واجب شرعي، واجب إسلامي. قادة الجيش عليهم أن يقوموا بدورهم، ليسوا أقل من الجيش المصري وليسوا أقل من الجيش التونسي. هم أبناء ليبيا الأحرار الشرفاء، عليهم أن يحملوا ما حمل إخوانهم في تونس وفي مصر. أدعو الجميع أن يقفوا صفا واحدا ليعيدوا ليبيا إلى حقيقتها العربية الإسلامية، وينتزعوا حقها من براثن هؤلاء الطغاة. هؤلاء الطغاة لا بقاء لهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. دائما الطغيان يقترن بالفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ربك يرصد ولا يغفل، إنه يجعل لكل شيء أجلا مسمى، وقد جاء أجل هؤلاء الطغاة في ليبيا. لا بد أن يأخذوا نصيبهم من العقوبة الإلهية. لن يستطيع أحد أن يوقف التاريخ أو يناطح المريخ أو يحارب الأقدار أو يؤخر طلوع النهار. ما أصاب ابن علي وما أصاب ابن مبارك سيصيب هذا القذافي. لا بد أن يصيبه قدر الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنني أدعو أبناء ليبيا جميعا، العلماء وخطباء المساجد والقضاة وأساتذة الجامعة والمربين والمهندسين والأطباء وكل الفئات المجتمع كلها مطالبة أن تخرج على هذا الرجل وتقول له لا، لن نرضى ببقائك حاكما علينا رغم أنوفنا. زمان الفرد يا فرعون ولى، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. هذا هو منطق التاريخ، وهذا هو منطق القرآن والسنة والإسلام الذي يدعو. طيب شيخ قرضاوي أنا أريد أن أطرح عليك سؤالا مهما. شيخ قرضاوي، فيما يتعلق بموضوع أشرت إليه أنت قبل قليل، وهو أن القذافي هو كل شيء تقريبا في ليبيا، هو الحاكم وهو المؤسسة وهو الحزب وغير ذلك، ولا يوجد صيغة حكم حقيقية في ليبيا. بهذا ما يجعل القذافي كما تفضلت وحاكم تقريبا لكل شيء. ماذا تقول للشعب الليبي كي يتحد ويكون نفسه ككتلة سياسية واحدة أمام النظام الليبي بزعامة القذافي؟ الشعب الليبي يا أخي جمال أصبح كتلة واحدة. الشعب الليبي عرف نفسه وعرف حقه وعرف غايته وعرف طريقه، ووقف وعزم. وإذا عزم الشعب فلن يستطيع أحد أن يقف في طريقه، كما قال الشاعر التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وإنما يستجيب القدر لأن الناس غيروا ما بأنفسهم، فالله تعالى يغير ما بهم. مع هذا معنى استجابة القدر. الشعب الليبي وقف وسيكون كل مؤسساته كما تكون المجتمعات. تكون المجتمعات مؤسساتها، مجالس شوراها، مجالسها النوابية، الأحزاب، الدستور، القوانين. هذا أما أن يكون القذافي هو كل شيء فمعناه أنه لا يوجد شيء في ليبيا. ليبيا آن لها أن تتغير وأن تدخل العالم المعاصر بكل مؤسساته وبكل مميزاته وبكل مقوماته. هذا ما ندعو اليه الشعب الليبي. ندعو الشعب الليبي ان يصر على مواقفه. وانا اقول ان هذا الطاغوت قد انتهى، هو اللي كتب نهايته بنفسه. كتب الظالم حفر رمسه بخمسه وما عاد له بقاء. كل ما نطلبه من الشعب ان يلتف بعضه حول بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما نطالب به الشعب ليجدد نفسه ويجدد حياته ويبني نفسه كبلد حضاري عريق. لابد أن يقوم بذلك، ولن يمكنه أن يقوم بذلك إلا إذا زال هذا الطاغوت الذي يقف في سبيل كل تقدم وكل شيء، لأنه يقول أنا أعمل كل شيء وهو لا يعمل شيئا. اثبتوا أيها الليبيون
اثبتوا على مواقفكم واستمروا في مسيرتكم حتى ينصركم الله، والله تعالى ناصركم، لأنه عز وجل ينصر الحق ويخذل الباطل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الذين سقطوا شهداء فهم في الفردوس الأعلى عند الله، كما قال عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هم في جنة الفردوس ويفرحون بالمجاهدين من خلفهم أنهم تركوا رجالا وراءهم. فهذا ما أدعو إليه الإخوة الليبيين الأحرار الشرفاء الذين ذاقوا ما ذاقوا أكثر من 40 عاما. آن لهذه الشعوب أن تتحرر، آن أن تذوق طعم الحرية، وأن تحس بأنها أناس في عالم جديد وعالم معاصر. أدعو الله عز وجل لإخوتي وأخواتي في هذا البلد الكريم أن يمن الله عليهم بالنصر من عنده، والنصر آت وقريب وقد بدأ يتحقق إن شاء الله. ستزول هذه الطواغيت ويبقى الحق كما قال عز وجل: فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أقول قولي هذا وأستغفر الله للجميع.